ومن شروط الجزائريين الشركات الفرنسيه الموجوده في المغرب تحول لتونس وتعطيه الغاز والبترول. هذا لازم الدوله الجزائريه ريج تتاكد لنا خبر صحيحه. يعني بالنسبه لي انا نعتبرها فضيحه على خاطر الصفقه نعتبرها ماهيش متوازنه. يعني انك تستقبل، يعني انك باش تحل حدود لازمك تستقبل الرئيس الصحراوي. يعني اون ديغي انا قلت لك بونجور وانت عطيتني 100 مليون سي سا. يعني على شنية استقبل الرئيس الصحراوي تو نحل لك الحدود. والله استقبل الرئيس الصحراوي تو نصب لك برشا ملايين الدولارات لانها الخزينه بتاعك ضعيف. تو نسيب لك الغاز بلاش والمحروقات بلاش. على قيس سعيد مقابل رفع الحدود قال فما صفقه تستقبل انت يا قيس سعيد رئيس الجمهوريه الصحراويه العربيه، مقابل ذلك نحن نرفع لك الحدود. هذه حسب ما قال بولابيار انه سكوب ومعلومه يملكها وقالها البارح عند صديقنا محمد الخماسي. خلينا نسمعوا الاكستري. السياح اليوم ما نعرفش برشا ناس ما يعرفوهاش، عملنا ليتود هذا مع ليتاس. السائح كي يجي جزائري وتكلف لنا السائح الجزائري علاقات مع المغرب، لانه كان الرئيس الجزائري فرض قبول الرئيس الصحراوي مقابل رفع الحدود 5 جويلية. برشا ما يعرفوهاش هذه معطى ثابت حاتم بولابيار. نحلوا الحدود 5 جويلية. الاتحاد الافريقي هو اللي يختار الضيوف اللي يكونوا موجودين. ليه نجم يختار الظروف ما يستقبلش استقبال الرؤساء. انا في بلاصه المغرب يعني انا نفهم من كلامك اليوم انه الرئيس قيس سعيد استقبل الرئيس الصحراوي بطلب من الرئيس الجزائري. دونو 5 جويلية وقت جاء الرئيس الجزائري طلب منه لرفع الحدود ودخول السواح الجزائريين، طلب منه نوع راهو التدخل في السياسه. مش تدخل هكا في السياسه، راهو دونو شو بالك اليوم مع ماكرون بوتين وكل شيء. هذه سياسه، راهو خلينا نسهلوا السياسه معناها. السياسه هكا خذ واعطي هذه معلومات دبلوماسيه من لي شانسيلري. لانه ما عملش غلطه سي قيس سعيد صراحه، هو كان مجبور. لي شانسيلري ثمن ذاك يقصد بهم حد بولابيار من غاديك حاجه ما نعرفوهاش، هو انه اي سائحي جزائري او اوروبي يستقبل الدوله الجمهوريه الصحراويه العربيه مقابل انه يحلوا الحدود نهار 15 جويلية. تعليقك زياد مدى مصداقيه الكلام هذايا، رغم انه حاتم بولابيار راهو يقولوا راهو الكلام كي يقولوا هذايا راهو مساله عاديه في السياسه فما هذه دونون. هو أن ثم 3 نقاط باش نتعرضهم. أولا المصدر نتاع الخبر هو يقول هذا ما يتداول بلي شانسيلري السفارات ما بين لي شانسيلري اللي هم فهمتني السفارات. كيفاش أنه فهمتني أخبار السفارات توصل حاتم فهمتي بولابيار. هذا السؤال الأولاني. السؤال الثاني تصريح مثل هذا هل كان يتطلب رد فعل وفي مسألة قرار عنده علاقة بالسيادة نتاع البلاد واستقلالية القرار نتاعها، هل كان يتطلب برد فعل من السلطة الخرساء أم لا؟ أنت حسب رأيك؟ بالتأكيد يلزم يردوا على الكلام هذا، لأنه عدم ردهم هو في إقرار في بصحة الكلام اللي يقول فيه في سيد فتي هذا. المسألة الثالثة اللي نحب تشيرنا ونحب نذكر بها أنه تاريخيا تونس كانت موازنة في علاقاتها مع الجزائر والمغرب، وتونس تعتبر الجزائر في عمقها لكن المغرب راهو ظهرها. ونحب نذكر أنه وقت اللي وقع عام 80 الهجوم متاع قفصة بتواطؤ ليبي جزائري، أول واحد وقف مع تونس ودعمها وعمل إشارة فهمتني حمراء للي كانت عندهم نوايا في أوسع فهمتني في تونس كان الملك الحسن الثاني. نجيب تحب غفران؟ يا غفران تحب تتدخل قبل نجيب في الموضوع هذا؟ كلمة صغيرة. يعني هو بولابيار ديما يقول يعني تصريحات يعني فريدة من نوعها وغريبة، ولكن في تساؤلك الثاني كان طلعت الحكاية هذه صحيحة. يعني بالنسبة لي أنا نعتبرها فضيحة على خاطر الصفقة نعتبرها ماهيش متوازنة. يعني إنك تستقبل، يعني إنك باش تحل حدود لازمك تستقبل الرئيس الصحراوي. يعني اون ديغي أنا قلت لك بونجور وأنت عطيتني 100 مليون سي سا. يعني
في حالة ما تأكد أنه كان فما مفاوضات بالخصوص هذه، يعني حسب رأيك كلام اللي يقول فيه حاتم بولابيار، تحليل الحدث نتاع كذا يعني واقعيا دبلوماسيا نجم يحصل معناها كما تعرف انت نجيب مزاج الرئيس سعيد وحتى الجزائريين، يعني معناها فما مسالك دبلوماسيه معينه، يجي رئيس يقول له اسمعني استقبل لي فلان نحل لك الحكايه. مستبعده نوعا ما الحكايه هذه حسب الامزجه اللي نعرفوها. نجيب شنو رايك؟ قبل ما نعلق على تصريحات العميق حاتم بولابيار، فما حكايه صارت عمناول. ايش تقصد بالعميق؟ باش بالحكايته بئر ارتوازي. شنو هي عميق؟ عميق في تحليله، عميق عنده عمق في التحليل السياسي. هي علاش لا حتى في سياق علاش عمناول في بلاصتك انت كان يظل السعدي، وتحيه ليه. تحيه خونا نضال. يفاد لك هو حتى بالحاج ونحن نخدم صباح الماتينال، قال له هو جاي الاوكرانيات جايين لتونس بعد حرب بوتين واوكرانيا. فما واحد في بلاصه اسمه هود الخطف، معتمدية قليبية وليه تنابل، اسمه نجيب الجزيري اسمه عمك علي، علق بلاك عمك علي، عم علي مع اوكرانيا تدخل بوتين. ايوه سيلو قالوا يا عم علي علاش عملت هكا؟ قال باش كي يجيو الاوكرانيات يسمعوا بلاك يجوا بحذاه. ايوه نفس العمليه هذه نتاع حاتم بولابيار. كيف ترى اربط بسهل، لانه هذاك حد مخ عمك علي. مش كي الاوكرانيات كي يجيو باش يقول لهم راهو فما واحد اسمه عمك علي في واد الخطف برا وبحذاه. حاتم بولابيار نفس التصورات هذه. تو حاتم بولابيار بلاكتو لشكون هززها؟ بلاكتو هززها للفراغ والعبث، ثاني نتكلموا برا عليه كلام. لانه انا محمد الخماسي نعتبره من افضل الصحفيين في تونس. شايبين حاتم بولابيار اللي شكون تحني يا مرت العمى. علاش دخل شنو عليه؟ راجل ناشط سياسي عنده آراء، هذا كلام. كان عضو في بلجي الاخر في الانتخابات، عضو شورى في النهضة، عنده مواقف سياسية في بلجي الاخر. يا ودي خلينا من شخصنا نجيب امشي عليه التصريح وين الغلط فيه؟ لانه ماهوش معقول عليه معناتها يعني كيما حكيت غفران راهو ماهوش معقول. الرئيس قيس سعيد واللي معناتها من اللي بدا يقول لك السياده الوطنيه معناتها باش يجي يفاوض مع الجزائر على شنية؟ استقبل الرئيس الصحراوي تو نحل لك الحدود. والله يستقبل الرئيس الصحراوي تو نصب لك برشا ملايين الدولارات لانها الخزينه بتاعك ضعيف. تو نسيب لك الغاز بلاش والمحروقات بلاش عامين ولا ثلاثه. معناتها المسألة مش متكافئة مع تحليل الحدود. ما انت خلينا نمشيو للموضوع في مضمونه. حسب رايك نجيب الخطوه اللي يقدم عليها الرئيس في استقبال الرئيس الصحراوي خارج اطار التبرير نتاع الاتحاد الافريقي مش نحن، لكن من الواضح انه كان فما حظوه واصرار من رئيس الجمهوريه التونسيه انه يبدي قيمة واستقبال حار للرئيس الصحراوي من خلال استقباله هو شخصيا، وقوفه معناها على الطيارة يستنى فيه، نقله القاعة الشرفية، وجود علم الجمهورية الصحراوية وغير ذلك. يعني هل هي في تقديرك قناعة فكرية للرئيس سعيد في أنه يرى أن الشعب الصحراوي شعب عنده قضية وشعب يستحق الاستقلال، والرئيس في قناعاته الفكرية والسياسية الداخلية يعتقد أن قضية الشعب الصحراوي قضية شعب مضطهد؟ وإلا كما يقولوا الناس الكل قصة صفقة مع الجزائريين؟ مش صفقة مع الجزائريين، الجزائريين ما عملوش معهم صفقة. هو الرئيس في السياسة الصفقات راهي واحد ما ياخذوش حاجة سلبية، يعملوها مع البرينية مش مع ما تنجمش واحد يعمل صفقة مع أخوه في عائلة واحدة ما تصيرش صفقات. أيوة، لأنه الجزائر حسب تقديري أنا بعد الموقف اللي أخذته تونس لعدة سنوات وهو شد العصا من وسط الحياد بين المغرب في صراع المغرب والجزائر، الرئيس قيس سعيد رأى اللي يلزم تحالف حقيقي واستراتيجي بين تونس والجزائر. نقطة ورجع للسطر معناتها بين تونس والجزائر. وفي تقديري أنا موقف الرئيس موقف جيد جدا لمصلحة تونس، هذه الجزائر حتى لو وتر العلاقة مع المغرب. الظروف الموضوعية في العالم يا برهان، في العالم الكل الظروف الموضوعية مشكل عادة مخلبصة شوية، الأمور الموضوعية والطاقة والغاز وكذا، والناس تولوا في المغازات الكبرى في أوروبا يحطوا في الحطب. رجعنا لك مئات السنين التالي معناتها في الحطب ولا تشرب اللورو في المساحات الكبرى. مصالحي مع الجزائر، مصالح شعبي مع الجزائر، تاريخي مع الجزائر، لأنه الجزائر شارك معنا حتى في حرب التحرير، معناتها شاركنا مع بعضنا، عندنا شهداء مشتركين. واضح العلاقة بالجزائر استراتيجية. خلينا نهز التساؤل الزياد يقول لك يزي من قصة الحياد الإيجابي ودرا شنو اليوم استراتيجية. اليوم الجزائر هذه عاصمتها تستقطب في رؤساء ماكرون، المان، انجليز. اليوم هات بركة الجزائر يجي نعملوا مع بعضنا شراكات، مشكلة الغاز، مشكلة الطاقة، يقول لك أنا بلاد
تعرف إمكانياتي، تعرف ظروفي، يزي ما هالحياة خلينا نحط سلتي الدبلوماسية الكل، خلينا نحط العظم متاعي في السلة الجزائرية. الله غالب حتى لو كان يكون ذلك على حساب التوتر مع المغرب، وحان الوقت أنه نحسبوا حسابات المصالح ويزي من اللغة الخشبية والمغرب العربي الموحد والحياد ولا كذا. حسب رأيك علاقة تونس بالجزائر اليوم زياد والتوجه جديد للرئيس كسبنا من خلاله ثمن وإلا مازلنا ما خلصناش؟ خاطر هي لعبة مصالح في الحكاية هذه، لا يندرى وزلنا صحيح حطينا كل العظم تاعنا في السلة الجزائرية، استنفعنا ولا مازلنا؟ أنا بالنسبة لي فيني مراش ثم منفعة تحققت لتونس مع التأكيد. أنا بالنسبة لي أنا راهو يلزم مصلحة تونس تكون فوق كل اعتبار، هذه باش تبدأ المسألة واضحة. لكن السؤال اللي نتسائله، أنا مرة لاحظت في قفصة فني غادي في شارع في قفصة أنه واد بياش ما عادش بنفسك وحتى الواحة بيدها التغذية متاع الواحة فهمتي إلى آخره ما عادش بنفس القوة اللي كانت قبل. فتسألت هل هو بسبب نقص التساقطات غيره؟ فيقولوا لي لا، راهو لأنه فهمتي من الجانب الآخر من الحدود راهو تعمل سد كبير لخلق منطقة عليها زراعية خضراء، منطقة خضراء كذا، راهي اخضرت في الجانب الآخر من الحضور، لكن في الخط من الحدود وترجع لهنا راهو تأثر بشكل فهمتني كبير ياسر. غدوة نحن نجم نكون معارضين نفس الشيء بالنسبة المجر ده. فهذا فهمتني أكد أنه العلاقة ما بين تونس والجزائر هي أكثر من مجرد علاقة متاع إخوة ولا متاع جيران فهمتي وكذا، لا ثم ترابط مصلحي حقيقي. إذن دونك أنا شنو اللي يقول لك؟ اللي يقول لك اتبع سياسة واضحة وتحمل المسؤولية متاعك. هو يتبع في سياسة واضحة الرئيس سعيد الآن. الخطاب اللي تلاه الاستقبال متاع البيان اللي تلاه الاستقبال متاع الزعيم هذا في الصحراوي أكد على الموقف التونسي اللي هو في الحياد برهان واضح. لا فترة رئيس الوزراء الفرنسي كي مشى للجزائر دانييرمون كي مشات الجزائر من شروط الجزائريين الشركات الفرنسية الموجودة في المغرب تحول لتونس وتعطيها الغاز والبترول. هذا يلزم دريفو أريج تتأكد أن خبر دار برشا على الفيسبوك. أنا أعتقد